ربنا ينتقم منكم يا شيخ. ايه يا ام هبه؟ انا جاي على صريخك وجاي على صويتك. في ايه وبتدعي عليا ليه؟ ايه كل شويه اقول سيبوني في حالي سيبوني في حالي. احنا سايبينك في حالك يا ام هبه واحنا جينا ناحيتك ولا اتكلمنا ولا فتحنا بقنا؟ ما حنجرتك الطرش دي هي اللي قلقانه. عملنا لك ايه احنا؟ تستريحوا لما موت روحي. طلع خبر روحي اطلع خبر نفسي موت نفسي منكم. اهدي، انا اعصابي بايظه لوحدي، انا بتعالج يا ام هبه. اهدي عليا. وعايزه ايه؟ ايه اللي يريحك؟ طلعوا زيا كل شويه زيا. خلاص يا ام هبه، الجيران هتطلب لك الحكومه. صوتك قلب المنطقه، صوتك منيل الدنيا. اهدي كده ونتكلم بالراحه. اهدي علينا شويه. مالك يا ام هبه؟ خلاص. يخرب بيتك في ايه؟ المسيح اللي في يوم من الايام انا ضربت بها نفسي واهنت نفسي. حصل يا ام هبه وعلى يدي، وضربتي نفسك بالجزمه. طيب ايه المطلوب دلوقتي يا ام هبه؟ مش كل واحد راح لحاله وخلصنا؟ ايه المشكله دلوقتي يا ام هبه؟ عايزه مني ايه؟ عشان انسان كنت بحبه كنت بعشقه عشق، مع الاسف ما كانش يستاهل الحب والعشق اللي انا عشقته له. يا شيخه ده انا بحمد ربنا ان انا ما كنتش استاهل الحب ده، ولا استاهل حنيتك ولا رقتك دي. دول محتاجين كائن فضائي تاني مش انا. اني هنت نفسي شغلت كمان نفسي طول الوقت. انسان انا مش على باله. كلام مظبوط. عمره فكر فيا. انا ليه افكر في الاذيه وافكر في الهم؟ ربنا سبحانه وتعالى انعم على الانسان بنعمه النسيان. انا افكر بالهم بعينه بذاته برضه يرضي ربنا يا ام هبه؟ ولا عمره اداني مقداري، ولا عمره هنتأتأ تاني وهنضيع وقت، ولا عمره وهنقعد بقى نكتر. ولا عمره ايه؟ اخلصي. شغل نفسه بيا. طب ما هي ولا عمره فكر فيا، هي ولا عمره شغل نفسه بيا يا وليه. أسوأ بأسوأ. طب فسوة بفسوة يا ام هبه. برود ببرود. جحود بجحود. والبادية اظلم يا ام هبه. خلينا بقى صد رده كده، انا بحبها قوي. لما تعرفوا قيمة حبنا ليكوا نبقى نرجعكوا تاني لمكانتكوا في قلبنا. غير كده فنكوش. طب منكوش يا ام هبه، منكوش. فكك بقى. الطريقه المبتذله دي يا ام هبه اللي بتكلميني بيها دي تضربي لي على دماغك؟ نظام ردح واهانه وطريقه مبتذله. خلاص خلصنا. الله قبرة ناس مش كويسه بتكلميني بيها، بتقولي لي ما خلاص وفك. انا بتكلميني كده يا ام هبه؟ خلاص خلصنا. طب خلاصين يا ام هبه، خلاصين يا ام هبه. انا بتكلميني بطريقه بياعين البطيخ دي يا ام هبه؟ كان فيه وخالص يا شيخه. نحمد ربنا انه كان فيه وخلص. هو لو باقي انا مش عايز. انزلي وزعي على حد محتاج قرف. مش عايز من ده. النهارده جايه تشيليني الهم والمسؤوليه بسبب افعالك يا ام هبه. تقولي لي ان انا السبب في اللي انت فيه. عرفي يا ام هبه المثل اللي بيقول ودن من طين ودن من عجين؟ ما بقاش مثل يا ام هبه، ده بقى حقيقي. كان اكبر دكتور في امريكا. انا الودان اللي انا بكلمك بيها دلوقتي وانت شايفاها وفاكراها ودان حقيقيه دي يا ام هبه مش حقيقيه، معموله من طين ودي معموله من عجين يا ام هبه. وكل ده كان بسبب نبرتك وصوتك وحنجرتك الطرش اللي طرشتني. فاكره عملت فيا ايه يا ام هبه؟ صوتك؟ فاكره حنجرتك؟ هي دي. خلاص انا نفسي وانا بكلمك مش سامع نفسي. اداني وزعقي من هنا للسنه الجايه. ده ربنا نجده. ايوه عندكوا حق. والناس اللي بتقولك ان ربنا نجدني دول كتر خيرهم، الهي ربنا يكرمهم. ايوه انا ربنا نجدني منك. خليته بني ادم. خليتيني بني ادم ليه وانت كنت واخداني نسناس؟ اخر خانها مع واحده شبهه. انا خنتك مع واحده شبهي؟ القمر ده اللي قدامك ده كفايه اسمها، ده اسمها صف النيه ايجابيه، اسمها كده. يعني الست اصلا اسمها في حد ذاته تدل على السماحه والجمال. دي قمر. دي مسميه نفسها على الفيسبوك ايه؟ حبه فول تمشي وتبول. فلقت سنتها دي دوخ منطقه، بتدوخ منطقه. ياللي ما انتش عارفه حاجه في الجمال ولا اصول الجمال، بلا قرف. هو ده ايه هو ده يا ام هبه؟ ايه الكلام ده الغريب الجديد ده؟ فوق
انت بتبصقي على وجهي يا موهبه؟ انت بتطفي عليا؟ طفي وانا مش واخد بالي ومش عامل حزر بتطفي؟ طفي تاني يا موهبه؟ ده الموضوع وصل لحاجه ما انا مش هسكت عليها. بس فخس عليه اسفخس. اتفو جاتش يا موهبه، ما جاتش عليا. خدي دي اتفو. جاتش برضه، خدي دي اتفو. انا الكسبان يا موهبه، ما تلعبيش معايا لعبه التف دي ابدا، عشان هكسب يعني هكسب. اعملي اللي تعمليه. سبق وقلت لك انت كده كده صوتك لا انا سامعه ولا سامع صوتي، يعني لا سامع حنجرتك ولا سامع حنجرتي، فالموضوع ما بقاش فارق معايا. اقول لك بقت ودني من طين وودني من عجين، فما بقتش فارقه. زعقي واعملي اللي انت عايزاه وصرخي وصوتي من هنا ل 100 سنه قدام. I knew that I would